هقول لكم على سر هيكون صدمة لكتير مننا. تخيلوا ان احنا ممكن نكون اهم سبب ان ولادنا اعتماديين واتكاليين وما عندهمش ادنى احساس بتحمل المسؤولية. من اهم الاسباب اللي بتخلي ولادنا اعتماديين ان احنا كاهالي وبالذات كامهات بنعيش دور المنقذ، بنتقمص دور المحامي اللي المفروض يدافع عن الولاد ويقدم لهم مبررات حتى لو احنا مش مقتنعين بيها، المهم ننقذهم من الموقف وخلاص. هتلاقي في امهات من ولادها صغيرين بيتدخلوا في كل التفاصيل. لما مثلا ام يكون عندها طفل في حضانه في ابتدائي ويتخانق مع حد من صحابه خناقه بسيطه ما فيهاش اذى لحد فيهم، بدل ما تسيبه يجرب ويختبر مشاعره ويشوف هيعرف يتصرف ولا لا، تروح هي جري تلبس عباية المنقذ وتروح تحل المشكلة. تكلم بقى أم الطفل تعتذر لها، تكلم إدارة الحضانة، تكلم إدارة المدرسة، المهم إن هي تدور على أي حل علشان تنقذ ابنها من الموقف ده. لو مثلا ابنك أو بنتك غلط في حاجة فباباه جاي يتناقش معاه، فحضرتك تتدخلي وتدافع عن ابنك ومش بتسيبيه حتى يعبر عن نفسه أو يتكلم أو يبرر تصرفه دوت عمله ليه. فاحنا كده بنربي شخص اعتمادي اتكالي مستني اللي ينقذه على طول واللي يساعده على طول، مش بيعرف يفكر. وبنربي شخص سلبي مستني على طول اللي يحلله مشاكله. واعتقد ان دوت بنسمعه كتير في البيوت، ان واحدة تقول انا عايزة اتطلق من جوزي لانه سلبي، مش بيعرف يتصرف في اي موقف ولازم يجري على حد من اهله عشان يحلله اي مشكلة بنقع فيها. تاني سبب ان احنا مش بنسمح لاولادنا من وهم في سن صغير ان هم يقوموا بادوارهم ويتحملوا مسؤولياتهم. هتقولوا لي هو ايه المسؤوليه اللي بتكون على الاطفال دول لسه صغيرين؟ انك تشيلي لابنك او بنتك طبقها وهم عندهم 3 4 سنين وفاهمين ان انت لما تقولي له يا حبيبي شيل طبقك هيشيله، فدي كانت مسؤوليته. لما تقولي له ينظف اوضته بعد ما يخلص لعب فدي مسؤوليته. لما يحضر شنطته وهو رايح المدرسه او رايح النادي فدي مسؤوليته. لما يبقى جعان وهو في سن يسمح له ان هو يدخل المطبخ ويعمل لنفسه سندوتش فدي مسؤوليته. فالشخص اللي ما اتعودش ان هو يتحمل المسؤوليه اللي كانت على قدر سنه هيكبر ويتجوز وتلاقيه رامي هدومه في كل حته ومراته تقعد تلملم وراه. هيكبر وهيبقى قدامه ريموت التلفزيون وبينادي اي حد في البيت عشان يجيبه له، لانه اتعود ان من ابسط حاجه لاكبر حاجه في ناس تانية هي اللي بتعملها له. من اهم الاسباب اللي بتخلي ولادنا اعتماديين جدا وهي ان احنا بنساعدهم مساعده مطلقه في المذاكره. تلاقي الامهات بقت بتذاكر مع اولادها دلوقتي كأن هم اللي هيروحوا يمتحنوا. واعتقد كلنا بنشوف كميه الامهات اللي بتشتكي انا ابني المراهق بجري وراه عشان يذاكر وما عندوش اي احساس بالمسؤوليه تجاه المذاكره مع انه كبر، لاننا ما عودناهوش من هو صغير. كنا على طول بنقعد على دماغه طول ما هو بيذاكر. وعايزه افاجئ الامهات ان ده مش دورنا. احنا دورنا فعلا ان احنا نعلم ولادنا يذاكروا ازاي. ابنك الصغير اللي بيكون راجع من المدرسه دورك ان انت تعرفي هو اخد ايه في المدرسه، تتابعي معاه عمل الواجب ولا لا، لو في حاجه محتاجه مذاكره هو ذاكرها ولا لا، لو في حاجه هو مش فاهمها تبعتي للمدرسه بتاعته. لان امهات كتير هتبقى عارفه ان المدارس بتطلب مننا دلوقتي ان لو ابنك عطل في حاجه انت ما تشرحيلوش، لان طريقتنا مختلفه عن طريقتهم في توصيل المعلومه. فالولاد بيتلخبطوا، الولد ما فهمش نجيب كتاب خارجي، لكن مش دورنا ان احنا يلا يا حبيبي نذاكر ماما تقعد جنبه. ماما لفت وشها لاي سبب ما او قامت لاي سبب ما الولد يوقف مذاكره. فاحنا بمساعدتنا المطلقه دي بنحرم ولادنا من مهاره مهمه جدا لازم يتعلموها في حياتهم، وهو انه يعرف ايه مسؤولياته ويقوم بيها لوحده من غير زن من حد. من اهم الحاجات اللي بتخلق في ولادنا الاعتماديه ان احنا مش بنسمح لهم يتحملوا عواقب افعالهم. على طول دور المنقذ يطلع على طول نحل لهم المشكله. مثلا في امهات يقولوا لي ابني ما بيرضاش يحل الواجب فانا لما بيزهق في الاخر انا بحل الواجب مكانه. انت بتعلميه ايه؟ الصح ان انت تفهميه ان في عواقب. انت ما حلتش الواجب هتروح المدرسه، الميس ممكن تنقصك درجات عشان انت ما حلتش الواجب، الميس ممكن تقول لك مش هتنزل البريك اللي هي الفسحه يعني وهتحل الواجب في الوقت دوت. فانت بكده بدل ما انت بتلعب هتقعد تحل الواجب. فلما يتحمل العواقب هيروح تاني يوم هو اللي هيعمل الواجب لوحده. بنتك كل ما تشتري لها ازازه الميه بتضيعها وتشتري لها ازازه احسن منها، هتتحمل المسؤوليه ازاي كده؟ لكن لما تيجي تخليها تتحمل العواقب وتقولي لها انا كل يوم هاخد من المصروف وهقتطع منه مبلغ بسيط لحد لما نجمع ثمن الازازه،
هتعرف بعد كده ان هي قبل ما تمشي من الفصل تبص ازازتها معاها ولا لا. من اهم الحاجات اللي بتخلينا ساعات نستسهل ان احنا نتحمل المسؤوليه بدل من ولادنا ان احنا مضغوطين جدا. الامهات تعبانه، لا عندهم خلق ولا قادرين يدادوا ولا يعيدوا الكلام مليون مره، فتقول لك ايه، انا اشتري دماغي، انا لسه هقعد اقول له وضب اوضتك 20 مره، انا هقوم اوضبها، انا لسه هقعد اهاتي عشان يوضب شنطه النادي او شنطه المدرسه، انا هقوم اوضبها له. فانا مقدره جدا الضغط اللي احنا كلنا فيه. هي التربيه يا جماعه مش حاجه سهله، هي جهاد ومحتاجه تعب، وبتحتاج ان احنا نزرع في السن الصغير علشان نلاقي نتيجه. اهم الاسباب اللي بتخلينا نلملم ورا ولادنا ونشيل المسؤوليه بدلهم ان احنا خايفين قوي من كلام الناس. فبدل ما حد يقول على ابني كذا وكذا، انا بروح احل المشكله علشان ما حدش يقول ان انا ام مقصره او ام معرفتش تربي. ده بخلاف كمان ان انا بعمل كده علشان ما اسمعش صوتي الداخلي اللي بيقعد يلومني ويقول لي ان انا قصرت في حق ولادي، مع ان دوت مش صح. هي الفكره كلها ان احنا مكبرين قوي حجم كلام الناس ومدينه الاولويه اكتر من ان احنا نعلم ولادنا ان هم يعتمدوا على نفسهم ويتحملوا العواقب. من اهم الحاجات اللي بتضغط الامهات وبتخليهم يطلعوا جيل اعتمادي ان احنا مفيش عندنا تقبل لفكره ان ولادنا عادي ما يغلطوا. طول ما احنا ما عندناش تقبل للفكره دي هيظهر دور المنقذ وهيظهر دور المحامي وهنروح نلملم وراهم. ولكن لما نتعامل ان طبيعي ان هم يغلطوا وان هم مش هيوصلوا لمرحله النضج الا لما يتخذوا القرارات بنفسهم، ومره تطلع صح ومره تطلع غلط، لازم كأمهات نعرف ان ولادنا شخصيات مستقله. هم لو غلطوا ده مش بيوصلني انا كأم بحاجه، لا انا دوري ان انا اوجه، اعلمه الصح من الغلط، افهمه ان في عواقب، لكن مش دوري ان انا امنع الخطأ تماما. انا متفهمه ان الامهات لما بتعمل كده بتعمل ده بدافع الحب وبدافع الخوف، وان هم مش عايزين ولادهم يمروا باوقات صعبه او مشاعر تقيله عليهم، ولكن احنا كده بنحرمهم من حقهم ان هم يطلعوا شخصيات سويه، ما يطلعوش شخصيات هشه. وعشان ما نجيش في يوم من الايام نقول هو احنا ولادنا ليه اعتماديين كده واحنا كنا السبب الاساسي ان هم يطلعوا شخصيات ما بتعرفش تتحمل المسؤوليه.